يا مساء الفل ومساء السعد ومساء الهنا. وحشتوني. النهارده يوم جديد وروتين جديد. روتيننا النهارده كله افكار، كله طاقه، كله حماس، كله نشاط. هيخليكي لو قاعده سقعانه وبردانه ونازله تحت البطانيه هتقومي تفزي تنطي كده على طول تخشي جوه المطبخ. طبعا شغل الستات في المطبخ في الشتاء بالذات بيبقى صعب جدا. فالنهارده اول حاجه طبعا عشان نخش المطبخ لازم ترتبي المطبخ كله، نسمي الله بقى ونصلي على الحبيب ونشوف هنعمل ايه. طبعا ما تبصوش لشكل الادراج بتاعتي، والله العظيم سليم باشا هو اللي مكركبها، وطالما سليم باشا مكركبها يبقى هو يعني يعمل اللي هو عايزه. المهم دلوقتي انا حابسه بره على ما اسجل الفيديو. انا دلوقتي رتبت الادراج الحمد لله ومطلعه لبن. هنعمل النهارده بقى ايه حلو، وهنعمل كمان الغدا بتاعنا سهل قوي قوي، مش هكمل نص ساعه وتكونوا مخلصاه. هنعمل سهل يعني اسهل غدا في الدنيا. بس الاول هعمل كوبايه نسكافيه، ده كابتشينو رغوه النسكافيه. او رغوه النسكافيه هعمل كده الكوبايه واسيبها تبرد، وعلى ما تبرد انا بشربها دافيه، ما اشربش اي حاجه سخنه، ما اعرفش اصلا احس ان لساني بيتلسع. فحتى مش عارفه اكلمكم، العصب بتاع ضرسي تعبني قوي قوي، مش قادره، مش عارفه اتكلم، حاسه ان في هوا، بشفط هوا كده وانا بتكلم. المهم جبت حله، تعالوا بقى لما النسكافيه يبرد هنجيب حله نحط فيها شويه كام فص توم مدقوقين مع شويه زيت، واول ما تشم ريحه التوم انزلي عليهم بمعلقتين خل، دول كان اخر شويه خل عندي فحطهم على ما اشتري. هشتري معاكم حالا في الفيديو عشان نعمل الدقه. بعد كده طلعت كيسين من الصلصه، انا بصوا طلعت كله النهارده، كل اللي عندي في التلاجة وفي البيت طلعته. هنعمل كشري مصري سهل وخفيف واقتصادي وطعمه يا جماعه قسما بالله هتعشقي الطريقه دي. تمام، عملنا الصلصه وركناها، هنسيبها تتسبك وبعد كده هنزودها كوبايه ميه ونحط لها البهارات اللي هنحطها مع بعض حالا. حطيت حله ميه كمان عشان بقى المكرونه. في الوقت دوت هقطع كام بصلايه، قطعتهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنجيب حله ونحط فيها حبه من الزيت، والزيت ده خلي بالكم هتقلي فيه البصل وهتعملوا منه الرز وهتحطي منه على المكرونه او الصلصه، يعني مش بنرميه، بيدي طعم حلو قوي قوي للكشري. واحنا بنحمر البصل هنجيب حله ونحط فيها نص كوبايه او كوبايه من العدس بجبه. انا هعمل كميه صغيره والله العظيم هتقعد عندنا يومين. وحطيت عليها ملح وكمون. وفي الحله اللي فيها الميه حطيت عليها ملح بس عشان نسلق فيها المكرونه. قعدت بقى كان معايا بسكوته كده، بسكوتين. وبعد كده معايا قرصه برضو، هفطر فطار كده حلو. المهم ان هو مش فطار يخسس، بس انا ناويه الفتره الجايه باذن الله ان انا اخس. ناويه باذن الله، يعني لو فطمت سليم لازم اخس، عايزه اخس لي على الاقل 5 كيلو، يعني انا مش كتير قوي، بس لو بقيت كتير قوي مش يعني ركبي هتوجعني وضهري هيوجعني وحالتي هتبقى زي الزفت. فلازم اخس، لازم اخس باذن الله. وهنبدا مع بعض على اول السنه الجديده كده كلنا لازم نكون خساسين خسانين. المهم دلوقتي خلاص البصله اتحمرت، اطلعها على مصفى عشان الزيت اللي فيها يتصفى. مش عارفه اتكلم يا جماعه، اقسم بالله في حاجه غلط في ضرسي واخد هوا، حاسه انا عايزه اكتمه بحاجه عشان الهوا ما يخشش كده، ده عصب عمال مخليني مش متزنه. المهم طلعت البصل خلاص اتحمر، هنسلق بقى المكرونه. دول كانوا شويه مكرونه باقيين، ودول كمان شويه مكرونه باقيين، ودول كمان شويه مكرونه كانوا باقيين في كيس، حطاهم كلهم كانوا في العلبه اللي انتوا شايفينها دي، كلهم كانوا محطين باكياسهم كده. قمت جايب عليهم كيس مكرونه وقمت سلقاهم بالشكل ده. خدت بقى شويه من زيت البصل، عشان طبعا صلصه الطماطم كنت حاطه لها زيت شويه صغيرين، قلت اخد من زيت البصل لما اعمله. وزودت ميه لغايه ما تديكي صوص كده زي الكاتشب اللي هو مش تقيل ولا خفيف. اتفقنا. طبعا ما تخلوش خفيف قوي لان الصوص بيتقل، او الصلصه بتاعه الكشري هتتقل معاكي. حطيت رشه فلفل اسود، وحطيت معلقه صغيره من الكمون، وكمان زيها كزبره ناشفه، وكمان هنحط الملح تظبطيه، وتحط ربع معلقه صغيره من السكر اللي انا حطيتها بايدي دي، رشه سكر، حبه سكر كده ربع معلقه صغيره، وهتقلبي ودوقي طعم الصلصه خطير. كمون وكزبره ناشفه وملح ورشه فلفل اسود وشطه، حطيت شطه لاني مش هعمل صوص الشطه وهقول لك حالا بيتعمل ازاي. في الوقت دوت على ما الصلصه بقى تاخد لها غلوه كده ونطفي عليها، طبعا العدس بيستوي هناك اهو، والبصله اتحمرت وركناها، والمكرونه اتسلقت برده وشطفناها وركناها تتصفى في المصفى. هنعمل بقى شويه رز بشعريه حلوين علشان الطعم الشعريه اصلا مع مع الكشري بيديه طعم حلو قوي. تحميره الشعريه كده مع تشويحه الرز بيديكي طعم حلو جدا مع الكشري. تعالوا بقى نولع الرز وهقولك ازاي تعملي صلصه الشطه. بتجيبي حبه زيت تحطي فيهم معلقه صغيره من الشطه، وبعد كده بديها تشويحه يا دوبك الشطه يا دوبك تاخد ريحه النار كده، وبعد كده بنزل عليها بكبشه من صلصه الطماطم اللي انت عاملاها للكشري. هي دي صلصه الشطه يا جماعه، مبقاش اي افتكاسات.
بس انا عشان مش العيال مش بيحبوا الحاجه مشطشطه قوي سبايسي قوي، يعني تبقى فيها لسعه الشطه بس ما تكونش حاميه. جبت حله وحطيت فيها معلقه زيت مش كبيره، وحطيت عليها يعني 3 4 5 فصوص من الثوم مدوقين، ونزلت عليها بالملح ونص معلقه صغيره من الكمون، ويا دوبك بديها تشويحه اشم ريحه الثوم. بنزل عليها بمعلقتين 3 من الخل، وبديها تشويحه بسيطه خالص، وبتنزل عليها بكوبايه ميه. هي دي يا جماعه دقه الثوم، الدقه بتاعت الكشري، فظيعه، وهتجربي وهتمشي ورايا وهتدعيلي. تمام تمام. هقلب بقى الرز كده واديله تقليبه كده تدريبه، لان انا حولته من الحله الصغيره واديته في الحله الكبيره عشان ياخد راحته كده ويرحرح وينفش براحته. ادي المكرونه اتصفت، هننزل بيها في الحله. طبعا انا بصوا المواعين اللي طلعت من المكرونه والحاجات دي، مش هناكل ولا هنبدا اكل الا لما اغسل المواعين اللي ورايا. على ما الرز يستوي هتكون كل المواعين نظيفه. حطيت عليها العدس بجبه برضو اللي انا شطفته بميه ساقعه وسبته تصفى، والمكرونه برضو شطفاها بميه ساقعه وسبتها تصفت، وبعد كده ضفتهم على بعض في حله وركنتهم على جنب. والدقه بتاعه الكشري حطيتها في كوبايه وركنتها على جنب. اتفقنا يا حلوين؟ اتفقنا. يبقى اللي بيستوي دلوقتي ايه؟ هو الرز بشعريه. تمام تمام. تعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على الحبيب كده ونذكر ربنا كتير جدا. واحده بتقول لي انا متجوزه، وهي دلوقتي عندها 25 سنه، بتقول لي جوزي مش بخيل خالص وبيصرف على البيت وبيجيب كل اللي احنا عايزينه، ومفيش اي مشكله في اي حاجه. كانت في اول الجواز كانت مشكلتها حماتها، وهي بتلم الدنيا عشان تعيش، وما بقتش، وهي مش هي دي مشكلتها. مشكلتها ان هي عرفت ان جوزها بيكلم واحده صاحبتها. تمام تمام. كلمت واحد قال لها ده نقص، انت سايبه له مساحه، وهي عنده نقص عاطفي، فهو عشان كده كلم صاحبتك. وطبعا ده مش مبرر ليه ان هو يكلم صاحبتك طبعا، لان اللي بيكلم يعني دي اسمها خيانه، خيانه من جوزك وخيانه من صاحبتك الاثنين، يعني الاثنين ما عندهمش ما لهمش امان. تمام. بتقول لما عرفت قال لها سامحيني وانا اسف، وانت عايزه اللي عايزه هعمله لك. وبعد ما كان بيضربها على طول اتعامل معاها. بتقول لي كاتبه بتقول اتعامل معاها احسن معامله، وبيتكلم احسن باحسن طريقه قدام اهله واهلها. بتقول بيعاملني بطريقه تانية خالص غير اللي كان بيعاملني بيها زمان. تمام. فبعدين ايه قالت قال لها ايه ده شيطان. بس كل ما تشوف الرسائل اللي بينه وبين الستات قلبها بيوجعها. بتقولي مش عارفة اعمل ايه. طبعا في الموقف اللي زي دوت يا جماعة، ان الزوج يخون مراته ومع صاحبتك كمان، خلي بالك ان لو جزء، انت بتقولي ستات كتير، بتقولي بعد ما قلتي صاحبتك قلت لي في ستات كمان كتير، معنى كده ان جوزك مش بيملى عينه الا التراب. ده من ده يعني جوزك ما ينفعش ان انت ما تاخديش موقف معاه. موقف ازاي؟ موقف ان انت تعرفيه، وفي يبقى فيه خطوط لو تعداها، ان انت ما خدتيش موقف المره دي، ما يعني انت المره دي ما خدتيش موقف، وقلت له خلاص انا مش انا يعني ايه، مش انت مش مسامحاه، على قد ما انت خلاص انت بتلمي الدنيا عشان عايزه ايه، تكملي وتكملي بيتك وتعيشي. اتفقنا؟ اتفقنا. انت بقى هتقعدي مع جوزك، قولي له ان انا من جوايا خلاص هحاول انسى، بس لو حصلت تاني تحطي خطوط كده. لان يا جماعه الراجل بالذات الكائن الوحيد في الدنيا اللي لو ما خدتيش معاه موقف في حاجه غلط عملها، اعرفي ان هو بيتمادى فيه وبيعرف اخرك فين. يعني الست لما جوزها يخونها وما تاخدش من جوزها موقف، مش هقولك تغضبي وتسيبي البيت والكلام ده كله، لان في رجاله بتبقى يعني بتوصل لمرحله الفجر انها تقولك عادي الباب يفوت جمل امشي، عايزه تغوري غوري، ما هو لاقي مكان تاني بيسد ايه، بيسد نفسه فيه، بيتكلم فيه، بيهزر، بيشوف ايه الحاجات اللي ناقصاه بيلاقيها فيه. لا، انت بتاخدي موقف إيه؟ اولا الست اللي جوزها بيخونها ديت إيه، ممكن تكون عندك نقص في الشخصيه شويه، إيه، ما يكونش عندك ثقه في نفسك، ما تكونيش إيه عندك إيه اكتفاء ذاتي. ان انت اكتفاء ذاتي يعني ايه؟ يعني ان انت عندك حياتك. كل واحده فينا يبقى لازم يبقى عندها حياتها، عندك شغلك، عندك حاجه بتحبيها بتعمليها، ان شاء الله تكوني بتقفي في المطبخ تعملي كيكايه. لازم الراجل يبقى عارف ان الست دي لها حياتها، إيه ما يعني مش هو كل حياتها. الراجل يا جماعه لو حس ان انت حطاه في حياتك كلها ومش جزء فيها، بيقعد ويربع ويحط رجل على رجل
ويعرف ان انت خلاص هو متمكن منك، عارف ان انت مش هتمشي ولا هتسيبيه. انت حله المحشي اللي هيلف لفته وهيرجع لها على البوتاجاز، هياكل منها زي ما هو عايز. انت الكرسي اللي محطوط في الصاله ومحطوط على تحت جنب السفره ومش هيتحرك، هو اللي هيجي يقعد على الكرسي دوت زي ما هو عايز. فاهمين يا جماعه؟ الست لازم تبقى عامله زي الزئبق، لازم أن يكون عندها شخصيه، عندك كده كاركتر كده. الراجل يحب الست اللي ما يعرفش اخرها فين. فاهميني؟ انتوا فاهمين؟ بصوا، هو الموضوع عايز كلام في فيديوهات لوحدها، مش جوه روتين خالص. يعني انا ان شاء الله ناويه ان انا على يوميات رشروشه نبقى نقعد ونتكلم في المواضيع بتاعت الازواج وبيت العيله، وازاي تتعاملي مع جوزك، وجوزك لو مزعلك ان شاء الله كده يعني قريب. بس الموضوع في دماغي، بس طبعا هو عايز قعده. اول ما افطم سليم حاجات كتيره جدا في حياتها هغيرها. فاهميني؟ فمواضيع الكبيره اللي زي ديت عايزه لها كذا فيديو، مش فيديو واحد. فانت طالما خلاص خدت القرار ان انت هو بقى كويس معاكي، بلاش تتكلمي بقى وتزني في الموضوع القديم علشان هو ما يقلبش عليكي. لا، انت في حوار كده ممكن في حوار يكون لذيذ كده وانتوا قاعدين مع بعض في قعده صفا، تقولي له في خطوط، تحددي له خطوط بالراحه من غير ما يحس ان انت بتأمريه. ما انا مش عايزه ابوظ العلاقه الجميله اللي هو بدأ يبنيها. الله اعلم، انا بخاف من الراجل اللي هو بيقعد يطبطب على مراته اصلا. لانه ممكن يكون بيعمل بيفحت لها فحره يوقعها فيها. انما الراجل الطبيعي هو اللي بيفضل طبيعي، بيزعق يعني بيزعق، بيشخط يعني بيشخط، ليه فعل ورد فعل كده، ليه طبيعي، بني ادم طبيعي. انما البني ادم اللي يحسس ويطبطب وكل ما تكتشف تلاقيه مديكي عامل لك يعني ايه، مديكي خازوق جديد يعني. واخدين بالكم في الكلمه؟ فده انا بخاف منه. فانا بحب الراجل الطبيعي يعني، فاهمين؟ اللي هو ما اتغيرش معاكي من اول الجواز. المهم بقى خلاص كده كلنا الحمد لله، وادي الكشري مفلفل وتحفه، تحفة جدا. طبعا أنا عارفة ان الموضوع كبير جدا، بس ان شاء الله هنكمله مع بعض لما نبدأ نعمل على يوميات رشروشة حوارات مع بعض كده بإذن الله، في فيديوهات 5 دقايق 7 دقايق نتكلم في مشاكل تجيلي على الواتس. اتفقنا؟ المهم انت اوعي تفتحي معاه الموضوع تاني علشان هيبجح ويتنح ويقبح خالص. اتغيري انت علشان هو يتغير. ما تهتميش بجوزك كتير، ما تتصلش عليه كتير، ما تقولش انت رحت فين وجيت منين. حاولي تراقبي بس بحدود، عشان انت نفسك ما يبقاش مراقبه مرضيه. ده بقى عندي بقى حله قرع كنت حطاه في التلاجة. الفيديو ده على فكره عشان ما حدش يقول لي انت لابسه صيفي ليه وسليم لابس صيفي ليه. الفيديو ده متصور يا جماعه بقاله فتره، انا اللي كان عندي يعني متضايقه كده شويه، فتلاقوني مكسله ان انا اسجل صوتي، مكسله. بس حالا والله العظيم انا عماله اتكلم نفسي. ان شاء الله هنبدا نشتغل مع بعض تاني باذن الله. ممكن يكون اكتئاب الرضاعه، اكتئاب السهر. فاهمين؟ لان انا طبعا ما تعرفوش، اكتئاب بقى وراكي مسؤوليات كتيره، وبالذات مسؤوليه طفل بتسهري معاه طول الليل. المهم بقى دلوقتي انا ولعت على نص على حبه من القرع، وخدت الباقي احطه في الفريزر. بتجيب القرعايه بتقطعيها، قطعناها مع بعض في الفيديو اللي قبل اللي فات. وبعد كده بتقومي بعد ما بيبرد خالص، انا طبعا ما سلقتهاش، انا اديتها 10 دقايق بس تبخير على النار. يا دوبك خدت ربع سوا، ربع سوا، مش تسويه كامله. وعصرت عليها عصره ليمونه. تمام؟ دي القرعايه اللي كانت محطوطه على الرخامه، قعدت شهر محطوطه على الرخامه. وبعد كده بتحطي لي عليها عصره ليمونه عشان ماده حافظه. وخلي بالك الليمون ما بيتحط في التلاجة اصلا على الحاجه، ما بيبانش طعمه لما بتيجي تاكليها، ريحته بطعمه بيروح خالص. حتى بنحطها على الجوافه ما بيبانش انت حاطه ليمون خالص. الليمون الفريش غير الليمون اللي بيتحط في الفريزر. عشان كده تلاقوني ما بحفظوش. قعدت بقى اهرس فيها كده، ونحط عليها حالا معلقتين سمنه بلدي، وهنعمل لها البشاميل بتاعها. جبت كيلو لبن، حط عليه نص كوبايه من سميد البسبوسه، نص كوبايه من جوز الهند، معلقتين كبار من الدقيق، وثلاث معالق كبار من اللبن البودره، وبس. وبعد كده بتظبطي السكر على حسب رغبتك. النهارده هنعملها بطريقه حلوه قوي، بس برضو عمر قال لي يا ماما بيعملها لي صينيه عاديه بالبشاميل، قرع تحت وبشاميل فوق. لان انا عيالي مش من عشاق القرع، بس انا عايزه ادخله لهم في الاكل غصب عنهم، بس بيكتشفوه ليه طعم كده سبحان الله غير البطاطا خالص. اقول لهم دي بطاطا، يقول لا يا ماما دي مش بطاطا. ماما خلاص كده طبعا انا جهزت المهلبيه اللي هنحطها عليها، بس انا حطيت فيها سميد. ممكن ما تحطيش سميد وتحطي نص كوبايه دقيق على بعضها عادي، او كوبايه الا ربع دقيق، هتديكي بس قوام كده زي بتاع البشاميل. بس انا حبيت احط فيها سميد المره دي. المهم بقى دلوقتي جبت القرع. انا حاسه ان انا عارفه ان انا بتهته في الكلام وبقطع قوي وانا بتكلم، بس والله العظيم ضرسي هو السبب. العصب في حاجه يعني، شكل كده هاخد كتفست كمان شويه. المهم بقى دلوقتي القرع خلاص استوى،
وتظبط الدنيا. وادي البشاميل يا جماعه، انا طبعا حاطه شويه كراميل كده في الصاج اللي هفرشه عليه. ما عندكيش كراميل، شويه جوز الهند افرشيهم جوه الصاج، او شويه بسكوت متكسر، زي ما انت عايزه. تمام. المهم عشان نعرف نلفه، او ممكن تدهنيها حته سمنه بلدي او حبه زيت. المهم نعرف نلفها رول بعد ما نفرش البشاميل اللي فيها. وايه اللي خلاها لونها اصفر كده؟ انا حطيتها شويه، حطيت لها كام نقطه كده من اللون الاصفر، او حطي لون من لون اللي هو اللون اللي هو اسمه ايه، لون الزعفراني اللي هو الاصفر دوت اللي بنعمل بيه الرز الاصفر. عشان بس انا عايزه احس ان انا إيه يعني اغير اللون للعيال يبقى اصفر واورنج. بس اكتشفوه برضو، اكتشفوا ان ده قرع. المهم بقى دلوقتي هفرشها كده في الصاج دوت تقريبا 35 في 42، 32 في 42، حاجه زي كده. هو ملوش مقاس محدد لانه معمول اصلا في ورش يعني، فاهميني؟ دي السيجان اللي احنا بنجيبها من عند بتوع الادوات المنزليه. ده اكبر صاج. تمام تمام، يعني حاجه و30 في حاجه و40. خد مني كيلو اللبن حلو قوي. تمام. تقدري طبعا بدل ما تحطي بقى قرع على المهلبيه ديت، تقدري تفرشي كوبايه كريمه، وتحطي فيه جواها مثلا فراوله متقطعه، موز متقطع. يعني الكريمه ديت تقدري تحشيها اي حاجه. انا النهارده هحشيها قرع، هحشيها قرع، يعني زي مربة القرع كده. طبعا مش مكتر لها السكر، ومظبطه السكر بتاع المهلبيه. هتاكلي حاجه طعمها حلو قوي قوي قوي. والله العظيم الناس اللي بتحب القرع هتحبها. بس انا عيالي اكتشفوا ان جواها قرع، قالوا لي يا ماما حط لنا فيها كريمه احسن من القرع المره الجايه. واتبقى منها حته ما رميتهاش، مسكتها فرشتها في صينيه، وهنعمل عليها شويه بشاميل وهناكلها برضه مش هسيبها. المهم بقى دلوقتي رشيت عليها شويه كده من الشوكليت شيبس. ما عندكيش شوكليت شيبس خلاص ما تحطيش، ممكن تحطي شويه مكسرات. ممكن تحطي من جوه مثلا موز متقطع وتلفي. بصي اعملي اللي انت عايزاه فيها، المهم تحشيها حاجه. بس انا كنت اعملها احط فيها كريمه، بس صراحه كسلت. فممكن تحطي فوق القرع كريمه وتلفيها زي ما هنلفها حالا مع بعض. المهم بقى دلوقتي عندي الحلبه دي عندي من السنه اللي فاتت، كنت جايباها من متغمر من عند الحصري. الناس المتغمره عارفه الحصري طبعا. فهعمل لهم بقى 4 كوبايات حلبه كده، وانا مش هشرب حلبه مع اني بحبها، بس مش هشرب حلبه، انا عايزه اخس. على فكرة يا جماعة، الواحد مش بيخس عشان خاطر الناس تشوفه شكله حلو، او عشان خاطر جوزك يشوفك شكلك حلو، او عشان خاطر اي حاجة. انت بتخسي عشان نفسك، عشان صحتك. لان بجد الجسم التخين بيبقى ضغط على الاعضاء، وضغط على الركب، وضغط على فقرات الظهر، وضغط على حاجات كتير، وضغط على الرقبة، عنق الرقبة والحاجات دي كلها يا جماعة. اللي هو عنق القفا من ورا. المهم بقى دلوقتي حطيت معلقه سمنه بلدي، وحطيت عليه كل كوبايه حلبه بتحط لها معلقه كبيره من الحلبه الناعمه. وطبعا المكسرات بتاعتها انا كنت جايباها ساده، فحطيت لها شويه سمسم. ما عنديش مكسرات في البيت خالص، خلصانه. ومش هجيب مكسرات الا على رمضان، بس ناوي اجيب سوداني بس قريب، عشان هنعمل بيه وصفه ان شاء الله. حط بقى 4 كوبايات من الميه، ميه من الحنفيه عاديه خالص. انا هحط 3 كوبايات يا ربي. وعندك بقى السكر اللي هتحطيه والحلبه اللي حطيناها في الاول، فهيدونا 4 كوبايات من الحلبه. 3 كوبايات هيدوك 4 كوبايات من الحلبه. فاحنا جبنا سمنه وحطينا 4 معالق كبار من الحلبه الناعمه. بتجيبها من عند العطار، اسمها حلبه ناعمه، انا بجيبها بالكيلو. لما بنزل متغمر صراحه بجيبها. مش بحب اجيبها خالص من عند العطارين اللي هنا، لان واخده على بتاعه الحصري في متغمر. اول ما بتوصل معاكي للقوام ده، وتاخد غلوة واحدة بس. بصوا 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 الغلوة بتاعتها انا مستنياها تغلي ازاي. هي بتتقل معايا، هي طبعا هي عاملة زي قرطاس قرطاس اللي هو ايه، قرطاس المحوج اللي عملنا بيه القرصة الصفراء، بس متضاف له نشا. فبيديك القوام انت شايفاه ده نفس ريحه القرص الصفراء بالظبط. ادي الحلبه، وادي القرع اللي احنا عملناه. حبيت اعمله بطريقه جديده، جربي الطريقه دي هتعجبك والله العظيم. الناس اللي بيحبوا القرع يا جماعه بياكلوه في كل حالاته، بياكلوه بقى مهلبيه، بياكلوه شوربه، بياكلوه قرع كده حلو، يعني بياكلوه في كل حالاته. هو كان بس محتاج شويه جوز الهند بقى تحطهم في النص كده، لان القرع من الحاجات اللي بتحب جوز الهند اصلا. ده شكل القرع اهو، شايفين لونه كله محمحي، لونه كله محمر، طعمه حلو جدا وربنا. بس العيال مالهمش في القرع. فعشان كده هنحاول نحطه في معجنات، نحاول نحطه في كيكات، نحاول نحطه في حاجه تتاكل بعد كده ان شاء الله. الكيسين اللي معايا احاول اعمل لكم بيهم وصفات بقى ايه، احاول اخفيها، بس يا رب طعمه برده ما يبانش. هم شايفين اللفه ديت عامله زي كازيمبي اللي هي بتاع الاكل الحلو التركي ده. المهم تعالوا بقى نجيب صينيه كده، ونحط فيها شويه كوبايات، وهنحط فيها الحلبة. هنهز بقى الحلبة كده، انا هقسمهم على ال4 كوبايات كده على بعض، عشان طبعا وش المكسرات وش السمسم ما ينزلش في كوباية واحدة. تمام تمام.
انا قلبتها الاول، اتبقى كده ربع كوبايه او معلقتين ثلاثه في الحله، كلتهم بالمعلقه. مش عارفين انا سجلت الفيديو ده ازاي يا ولاد. يا عصا يا عصب ضرسي، يانا، يانا. على فكره انا من ساعه ما ولدت ركبي بتوجعني، عندي ركبتي اليمين تقريبا متدمره، وعندي فقره في ظهري تقريبا برضو متدمره، وعندي ضروسي واسناني بتتكسر. انا بقيت عامله زي، يلا الحمد لله. انا يا جماعه منظر منظر. ادعوا لي يا جماعه، ان شاء الله قريب كده هروح لدكتور العظام واروح لدكتور السنان، وهظبط شويه، احب اظبط الشاسيه. انا هسيبكم في رعايه الله، ما تنسوش اللايك الحلو للفيديو، سلام.